ابني عنده 15 سنة بيقول عايز يجرب الفيب مرة، بيقول فضول، وبعلمك أحسن ما أعمل من وراكي، ومش بحب أعمل حاجة من وراكي. طبعا رفضت، بس دايما بيفتح الموضوع. إيه المفروض ردي يكون عليه؟ أرجوكي اوعي توافقي، بالله عليكي اوعي توافقي، اوعي توافقي ان ابنك ولا بنتك يجربوا الفيب ولا السجاير قدامك، من باب اني لما اعمله قدامك احسن ما اعمله من وراكي. اوعي تفتحي باب الغلط والحرام للولاد بايديكي. هنستفيد ايه لما يشرب قدامك؟ مين قالك انه مش هيشرب من وراكي لما يشرب قدامك؟ اوعي تزرعي في ولادك فكرة ان ماشي يا ولاد جربوا، لان احنا متفقين ان ده غلط صح، ومتفقين ان ده مضر بصحتهم، ومتفقين ان ده حرام. هو مين ادالنا صلاحية ان احنا نعمل حاجة حرام؟ اوكي يا حبيبي معاك تصريح اهو، مين قالك كده؟ تمسكي بفكرة طبعا غلط وطبعا رفضت، برافو عليكي ان حضرتك رفضتي، تمسكي بالفكرة دي بكل ما اوتيتي من قوة. هيقولك طب هشرب من وراكي، انا رافضة ده، عايز تعمله من ورايا براحتك، انت كبرت، انت راجل، ودي حقيقة. 15 سنة ده راجل، انت ما بقيتش طفل اقدر اخرج معاك 24 ساعة وابقى شايفة كل تصرفاتك. فوارد انك تشرب من ورايا، انا يعني مفيش حاجة هقدر اعملها، بس انا ربيتك على الدين وعلى الاخلاق وعرفتك الصح من الغلط، وانت نفسك كبير وراجل وفاهم وعارف ان دي غلط ودي مضرة ودي حرام. وانا عمري ما هوافق على حاجة كده، عمري ما هوافق عليها. ولو شفتك بتعملها رد فعلي هيكون قاسي، طبعا قاسي في الحتة اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هو حرمان، اللي هو زعل، اللي هو خصام، مش ضرب وشتيمة والكلام ده في كل الأحوال. لو عرفت انك بتشرب رد فعلي هيكون قاسي، لانك هتبقى كسرت ثقتي فيك وعملت حاجة انت عارف انها غلط وانها حرام، وانا مربية راجل مش عيل. فاوعي اوعي اوعي تسمحي لولادك او تخليهم يلعبوا معاكي لعبة من قدامك احسن ما يبقى من وراكي. غلط جدا جدا جدا. وعلى فكرة طبقي المبدأ ده على اي حاجة. فكرة انه اخلي الولاد يصاحبوا من قدامي احسن ما يصاحبوا من ورايا، لا، حضرتك هيعملوا من وراكي اكتر بكتير من اللي بيعملوه قدامك، واحنا معناش صلاحية ان احنا ندي للولاد تصاريح بحاجات غلط وحرام. محدش ادانا التصريح ده اصلا. وولادنا المراهقين بعد البلوغ دول مكلفين، يعني بياخدوا ذنوب زيهم زينا، فما تفتحيش لولادك باب الحرام وباب الغلط بايديكي على فكرة انه يعمل من قدامي احسن. وانا يا فرحتي يعني ما يعمل من قدامي حاجات غلط وحرام، هعمل ايه؟ اذا كنت انا ساعتها هبقى خايفة على علاقتي بيه فمش هعرف اوجهه. يعني انا ابني وهو قاعد بيولع السجارة قدامي هوجهه اقول له ايه؟ ده انا بالعكس، ده انا عايزاه يجرب ويعني يخوض التجربة. هيعمل ايه؟ زي مرة ما بتقولي انا شفت علبة سجاير في شنطة بنتي وما قلتلهاش حاجة، فالبنت بقت تشرب قدامي. ايوه دي حقيقة وما بقتش تخاف مني، دي حقيقة، ما حضرتك ما خدتيش رد فعل. لكن لما تبقى عارفة ان دي كارثة ومصيبة هتخبي على الاقل، فهيبقى عندها الوازع والضمير الذاتي كده ان انا بعمل حاجة غلط، انا بعمل حاجة حرام، انا مش عايزة ماما تشوفني، انا مش عايزة بابا يشوفني. فواحدة واحدة مع النضج الحتة دي هتكبر، انه انا مش عايزة اعمل حاجة غلط، انا مش عايزة اعمل حاجة حرام، اربي الوازع ده جواهم. لكن انا اللي بايدي اروح اقول له جرب، اروح اقول له صاحب، اروح اقول له شيش ولا فيب، لا يا جماعة، لا، مش احنا خالص خالص خالص.